جنبات الطرقات. لا مبالاة المواطن نلمسها في أحد مراكز الردم التقني الذي يستقبل يوميا أطنان النفايات، وللأسف الشديد مادة الخبز النبيلة جزء منها. لا عجب أن تحتل الجزائر المرتبة الأولى عالميا من حيث التبذير، فاستهانة المواطن بمادة الخبز وتبذيرها فالتخلص منها وبأبخس الطرق كلها ظواهر تستدعي منا التساؤل: إلى أين نحن متجهون؟ تقريبا يومين إلى 3 أيام يتم فرز حوالي 500 كيلوغرام ما بين يومين إلى 3 أيام، إضافة إلى الكميات التي تجلب من طرف مؤسسات إكسترانت ومؤسسات ناتكو. ما بين سبتمبر 2014 وديسمبر 2015 تم جمع 60 طنا من مادة الخبز، أي ما يقارب 240 ألف خبزة، ولكم أن تتصوروا قيمتها ماديا. الانسان ما يفرطش في جمع الخبز، حنا نديروا لو ماكسيموم، نديروا واش نقدروا باش ما يترماش في المزابل، ولكن مع كل هذا هناك افراط في شراء الخبز وفي رمي الخبز في المزابل. دور الجماعات المحليه في توعيه المواطن ومحاوله ترسيخ فيه ثقافه الفرز المنزلي. مراكز الردم التقني أنشئت حماية للبيئة نعم، ولصحة المواطن أيضا. أسمى أهدافها استرجاع من أجل خلق الثروة، وللأسف هي اليوم تخصص جزءا من مساحتها لمادة الخبز، أموال مطروحة على الأرض هباء. عندنا 61 بقرة، نجو منها ندو 5 قناطر في الفوايجة، 5 قناطر ونخلطوا لهم مع لاليمون، نجو 3 فوا بار سيمين ولا نمشي فيه 750. كان سعر الخبز للكيلوغرام الواحد يتراوح ما بين 5 إلى 6 دينار، أما حاليا منذ بداية سنة 2015 وخصوصا شهر جونفي سعر الخبز تغير وأصبح 7.5 دينار للكيلوغرام الواحد. هذه كمية لحسن الحظ تم استرجاعها، لكن سواعد هؤلاء غالبا ما تفشل في تخليص بعضها من التلف. كنطلب من جميع المواطنين أصحاب المطاعم ربات بيوت عدم خلط الخبز بباقي النفايات المنزلية ورميه في كيس ووضعه في كيس مخصص له.